والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وعزه محمد رئيس الفرع الإقليمي لجمعية بنية التعاون المدرسي. في هذا اليوم تمت المسابقة ديال فن الخطابة الدورة الخامسة، تنسيقا مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والفرع الإقليمي لتنمية التعاون المدرسي. تمت المسابقة الإقليمية هذا اليوم بمشاركة 80 تلميذا وتلميذ، وتلميذ من مختلف الأسلاك الابتدائي والإعدادي والثانوي. وقبل ذلك فبالنسبة للتعليم الابتدائي فكانت هناك تصفيات إقصائيات على مستوى المحلي، يعني على مستوى المؤسسة وعلى مستوى التعاون الوحدة التعاونية، ثم على مستوى الأخواط الجماعاتية، وأفرزت لنا 22 تلميذا. وبالنسبة للإعدادي والثانوي أعطتنا 55 تلميذا، يعني بالمعدل ديال 70 تلميذ وتلميذة. هذه المسابقة أفرزت في النهاية ستة فائزين في نوع في كل أنواع اللغات: اللغة الأمازيغية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، اللغة الأمازيغية وذوي الهمم. وسيمثلون المديرية الإقليمية في المسابقة الجهوية التي ستجرى يوم 30 مارس إن شاء الله. تحية. ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي سارة موسى، أدرس بالسنة الأولى بكالوريا علوم تجريبية. شاركت في مسابقة فن الخطابة باللغة العربية. أشكر الأستاذ خالد مساعف مؤطري وأستاذي الذي كان معي دائما خلف الكواليس، وسعيدة جدا لربح جميع التلاميذ في صنف اللغة الإنجليزية والأمازيغية والفرنسية والإسبانية. سعيدة جدا لهم وأقول لهم بالتوفيق، و إن شاء الله في المسابقة الجهوية أتمنى أن أكون أيضا الرابحة وأن أشرف مؤسستي، وأشكركم جميعا. رئيس مكتب الأنشطة والرياضة المدرسية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الأولي والرياضة بورزازات. هنيئا لتلميذات وتلاميذ المديرية الإقليمية في هذا الحفل البهيج لفن الخطابة في نسختها الخامسة. صراحة أبانوا التلميذات والتلاميذ بتأثير من الأساتذة والأستاذات وكذا السادة المديرين المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، أبانوا على مستوى عالي. هنيئا لإقليم ورزازات بهذا المبدعين والمبدعات، وهنيئا لنا بهم. شكرا لجميع الشركاء وكذلك لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكذلك للفرع جمعية بنية التعاون المدرسي على الإمكانيات التي سخرها لإنجاح هذه التظاهرة، فمزيدا من التألق ومزيدا من النجاح إن شاء الله تعالى. شكرا للجميع. كونوا عند حسن ظنكم في المسابقة الجهوية، وشكرا لكم مرة أخرى.